السلام عليكم البنات، السلام عليكم الغزالات ديالي. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى وانتوما كتشاهدوا هذا الفيديو انكم تكونوا بخير وعلى خير. سعيده بلقيكم مجددا اخواتي، فيديو جديد، نهار جديد ان شاء الله باذن الله. فيديو من الفيديوهات اللي كيعجبوكم، فيديو ديال التقديه. عارفه كيعجبكم البنات هاد الفيديوهات ديال التقديه وديال الروتينات في المطبخ، لذلك فقررت باش نبقى نعمل لكم غير هذا النوع من هاد الفيديوهات هادو وصافي. هنا البنات غادي نشارك معكم التقضيه ديالي ديال الشهر، تقضيه عاديه جدا اللي زعما كنتسخرها تقريبا هكا كل شهر، ما زيدش فيها بزاف ديال الحاجات. صافي البنات هنايا المهم كنت تقديت هاد التقضيه كلها انا كنخدم من الهري. انا هادشي كنقولوا بالنسبه للبنات اللي مبتدئات يعني عاد جوجو، هاد التقضيه كناخدها من الهري. صافي البنات هنايا مشيت للهري، خديت هنايا كيف ما كتشوفوا خديت بعدا المواد الاساسيه اللي كناخدهم دائما. حيت الا مشيتو هكا لنورجان ولا لكارفور ولا لشي بلاصه كتبقاو تاخذوا غير التخربيق وكتنساو الاساسيات. باش كتمشيو للهري كتاخذوا الاساسيات. اما بالنسبه للثانويات فكنمشي كناخذهم هكا من كارفور. بالنسبه للسقطه الدراري اولا المواد التنظيف كنمشي كناخذهم من بيم. هادشي كنقولوا للبنات المبتدئات، لحقاش حتى انا فاش كنت في الاول عاد جوج كنت كنمشي كنبقى ناخذ التخربيق وهادشي هذا ما كناخذوش. صافي البنات دابا لا، دابا راه كناخذ هادشي هذا من الهري وكنمشي ناخذ السقاطه وداكشي من كارفور وكنمشي نبيم كنجيب المواد التنظيف حيت كيعجبوني مواد التنظيف من بيم. صافي البنات هنايا هادشي اللي كتشوفوا حداكم كامل انا جبته من الهري، ما جبتوش من شي محلات تجاريه كبرى، جبتهم من الهري. صافي كيف ما كتشوف البنات هنايا بديت كنستف التقضيه ديالي كنشارك معكم في نفس الوقت، كنوريكم شنو شريت في نفس الوقت كنستفها. هنايا بالنسبه للفلانات والخمارات وداكشي كناخذهم كنعملهم في بلاكار اللي كنت ديجا شاركته معكم اللي كنحط فيه التقضيه ديالي ديال الشهر. والسكر اللي كيبقى لي طبعا زايد والسكر صفار والسكر ديال القهوه حتى هما كناخذهم كنعملهم تماك في داك البلاكار. هنايا البنات انا كنصبن بهاد اغيال. كنت كنصبن بواحد الصابون واحد اخر سميتو ويب، واعر ولكن حنايا هنايا ما كنجبروش بزاف. صافي بدلته باريال حيت اريال مزيون، حتى هو اريال فيه ريحه غزاله وكنستعمل معاه ضروري كنستعمل معاه معطر الملابس كتخلي الريحه في الحوايج مزيونه. اي معطر ملابس. المهم البنات هنايا كيف ما كتشوفوا خديت اريال كبير كيدوز لي بزاف. هذاك واقيلا فيه شي 7 كيلو كيدوز لي بزاف. خديت الطحين حتى هو خديت 10 كيلو، عرفتو باش يدوز لي رمضان كامل ما فيا ما نبقى كل مره نمشي نجيب. الايامات العاديه كنجيب غير 5 كيلو. صافي البنات هنايا كيف ما كتشوفوا غادي ندوز باش كنستف التقضيه ديالي كامله. خديت الزيت، خديت غير 2 لتر وخديت 1 لتر زايد باش نقلي فيه غير البريوات وداكشي. صافي هنايا البنات شريت هذيك الملحه. انا كناخذ هذيك الملحه الرقيقه ما كتعجبنيش اخرى ديال ديك الغليظه. هذيك كنشريها كنبقى نرقد بها غير الدجاج الا بغيت نغسلو ولا شي حاجه المهم، ولا مثلا بغيت نقي شي حاجه وصافي. هنايا بقيت عندي هاد البواطات هذا كنستف فيهم كنعمل فيهم اتاي كنعمل فيهم القهوه هنايا انا هاد الشهر خديت غير 250 غرام غير على حساب الزوج ديالي حيت هو اللي كيشرب قهوه. انا رمضان ما كنشرب لا قهوه لا اتاي طيله شهر رمضان الكريم ما كيعجبونيش انا يا ربي كنشربهم غير في الفطار ضروري لي حقاش ما نجبر باش نفطر. اما في رمضان ما كنشرب لا قهوه لا اتاي لا حتى شي حاجه كنشرب غير العصير. صافي هنايا عملت الملح مطعه، اتاي مطعو، القهوه حتى هي مطعه. هنايا غادي عندي هاد البوطاس كبيرين كيهزوا تبارك الله 2 كيلو فما فوق. هانتوما شوفوا خبيت فيها 2 كيلو السكر وبقى خصه، وغادي نعمل فيها عاوتاني 2 كيلو السكر د اتاي وعيبقى خصه واحد شويه. المهم انا نعمل فيها غير هادوما والاخرين خبعتهم في البلاكار باش ما نتريش الدنيا. حوتاني ملي خواب لي هاد البواطات نجبد اخرين ونعمر. وغالبا انا السكر ما كنستهلكوش بزاف صراحه الله، واخا في رمضان راه ما كنستهلكش السكر بزاف. مهم الا كان العصير كنعملو انا هكا طبيعي ولا كانت شي حاجه وصافي خصها ضروري تحلى. صافي البنات كيف ما كتشوفوا هذيك البواطه اللي بقات لي فحال اللي عملت فيها اتاي والقهوه والسكر غنعمل فيها السكر الزرق السكر د القهوه حيت انا السكر هذا انا ما كنستعملوش نهائيا. هذا السكر كيبقى لي واحد المده كبيره حيت الزوج ديالي هو بوحدو اللي كيعملوا في القهوه. انا كنشرب قهوه مسوسه ما كنعملش فيها السكر بتاتا لا هذا لا غيره. صافي البنات هنايا غادي نعمل نص باكيه. شوفوا هاد نص باكيه راه والله العظيم الا عدي لي تقريبا واحد الشهرين فما فوق.
واخرى غادي نخبعها نعملها في ميكرو غنخبعها لانها ديجا مفتوحه باش ما يتجمع ليها لا نمل لا حتى شي حاجه في البلاكر مع السلعه الاخرى، وغادي نخليها. صافي. هنايا غادي ناخذ هاد القراعي الصغيرين هادو، ما عندي هاد الصغيرين بحال ديك الكبارين. ديك الكبارين كنعمل فيهم عندي وحده السكر، وحده السكر اتاي، وحده كنعمل فيها الروز. غير هاد المره ما عملتش فيها الروز، هاد المره عملت فيها السميده، حيت الروز ما جبتش بزاف. انا مولفه كنجيب الروز كنجيب 2 كيلو كيعمر لي ديك البواطه كامله. دابا الروز جبت غير كيلو، قلت غنعملو عيب هاد الصغيره غادي يقد، حيت الصغيره كدهز كيلو د الروز. صافي كيف ما شفتوا هي هزت لي كيلو، جات معامره مزيان وهزت لي كيلو. صافي كما قلت لكم البنات، هاد القراعي الصغيرين هما اللي كنعمل فيهم لي باط وداك الشيء. وعندي وحدين اخرين مربعين كنعمل فيهم القطاني انا ما جبتهمش هاد الشهر طبعا، لحقاش ما نحتاجهمش ما نجيبهمش يبقاو غير كيفسدوا كيغملوا. صافي هنايا جبت الروز كنعملو على حساب ولادي كيمشيو للمدرسه، كيبغيو شي حاجه هكا كيديو معاكم كنطيبوا في الليل. هنايا عملت الشعريه حتى هي في ديك البواطه المدوره. وصافي هادو ما هما البواطات اللي قلت لكم المربعين، انا كنعمل فيهم عين القطاني. هادو ما عملت فيهم انا الحمص راكم عارفين دابا على حساب الحريره. جبت معايا الحمص. صافي هنايا وهاد البواطه هاديه غادي نعمل فيها هاد الصغيره هاديه. كما قلت لكم واحده عملت فيها الشعريه، واحده عملت فيها الروز، وواحده غادي نعمل فيها السميده. ولكن من بعد غادي نرجع نقلبها، غادي نعمل السميده في السطل، حيت جاتني صغيره شويه على السميده. ماشي سميده، هذاك الفينو، عفوا هذاك الفينو ما هزت لي شي كيلو د الفينو، ورجعت خليته قلبته في السطل. صافي البنات كيف ما قلت لكم هذا ما هما الغونجمون اللي كنجمع فيهم انايا داكشي ديالي. كتبقى الصراحه الكوزينه هكا مرتبه، وكتبقى الكوزينه منظمه، زعما ما كتخربق ما حتى شي حاجه، بالعكس. كيبقى كل حاجه بلاصتها، واخا هما رخيصين واقتصاديين ولكن كيجمعوا كيجيو منظمين وكيجي المنظر ديالهم مزيونين وحليلوين. صافي البنات هنايا هادو ما اتصنت العطريه. انا كنت شاركت معكم انني باش خملت الكوزينه وعملت ديك تماره الكحله. صافي هنايا كانوا نشفوا طبعا وعدلتهم كلشي مطعوم. هنايا بديت كنعمرهم العطريه كامله جبتها جديده. صافي هنايا اي عطريه جبتها جديده كامله غادي نعملها هنايا. طبعا كنجيب العطريه كامله. صافي كما قلت لكم البنات العطريه حتى هي كنجيبها من الهري، كنطحن هادشي في الهري. هادشي كنقولوا بالنسبه للبنات المبتدئات ما تبقاوش يعني تمشيو تخسروا، حيت ملي كتمشيو تدخلوا للمحلات التجاريه الكبرى هذا كتدوخوا كتبقاو تاخذوا بزاف د العصير، بزاف د السقاطه، بزاف د الشيبس، بزاف. شوفوا حتى انا كنعمل هذا الغلط الا مشيت في دخلت نمرجان ولا شي بلاصه ولا نكارفور، كنبقى ناخذ تخربيق وكنسى هادشي هذا. اللهم كنمشي نشري هادشي هذا من الهري، ومن بعد كنمشي نمرجان ولا كنمشي نكارفور ولا فين ما مشيت كناخذ داكشي اللي خصني واللي غادي ندوز به هكا. مثلا دانون اللي غياخذوا به الدراري اللي كيبقاو الدراري ديوه المدرسه ولا بيمو ولا مهم شي حاجه بحال هيدايا. صافي البنات هنايا غادي نستف العطريه ديالي كامله. هنايا عندي عطريه د الكفته، غادي نوريها لكم حيتاش بزاف د الناس كيقولوا ما كيعرفوش العطريه د الكفته. العطريه د الكفته ما عرفتش انا الصراحه المكونات ديالها شنو فيها نهائيا، ولكن اكيد الا عرفتم غادي نشارككم معكم. انا على حسب ما كيبان لي فملي كتكون هكا باقا شويه زعما كنجيبها وكتكون باقا ما عندهمش مطحونه مزيان، كتكون غا هكا كيبان لي فيها الورد، كيبان لي فيها كتجيني فيها مدق القرنفل، وكتجيني فيها القزبر يابس حبوب وشي حاجه اخرى، وكيجيني فيها الزعتر. المهم هاد الاربعه المكونات بعدا كنلاحظ فيها، ولكن مكونات اخرين والله كتجيني فيها السودانيه. هادو كاملين كيبانوا لي في العطريه ديال الكفته، يعني كيجيوني وحتى المذاق ديالهم باين. وشي حاجه اخرى والله ما عرفت، يمكن كيعملوا فيها حتى الكمون. التحميره اكيد ما فيها شي. صافي المهم البنات انا هنا غادي نخويها ان شاء الله غنخويها في القرعه وغادي نوريها لكم. هذه اللي كنخويها ماشي العطريه ديال الكفته، هذه راها القرفه. صافي العطريه ديال الكفته ملي غنخويها غادي نوريها لكم. وكنتمنى هكا الا كانت شي اخت معنا كتعرف العطريه ديال الكفته منيش كتكون تكتب لنا في لي كومونتير. انا كما قلت لكم والله ما عرفاها، ولكن هي بنينه الصراحه الله. الناس هنا كيعدلوا بها الكفته، غير هي كتجي لذيذه بزاف. انا اصلا الصراحه دمنتها في الكفته، يعني رجعت كنعدلها غير هي، مبقيتش كنعمل العطريه اللي كنعدلو حنايا دائما مخلطه وهداك الشيء ما بقيتش كنعدلو. صافي هنا البنات كيف ما كتشوفوا غادي ندوز كنستف هادشي ديالي كامل
منين جبدتو باش كتبقى لي كوزينه هكا نقيه. وشوفوا كما قلت لكم، اللي كيكونوا عندكم بواطات وكيكونوا عندكم هادشي اللي كتجمعوا فيه، احسن مثلا ما يبقى حمص في الميكا، نبقى نجبدو من الميكا، تبقى الشعريه في الميكا، كيبقى احسن. المهم البنات هذه هي العطريه كفتة كيف ما كتشوفوا. شفتوا كيفاش كتبان؟ ما عرفتش كيفاش نقول لكم الشكل ديالها. المهم هي كتكون غير مهرسه، يعني ماشي مطحونه بزاف. والمكونات اللي عرفتم فيها رانا قلت لكم. صافي هنايا غادي ندوز باش كنستف هادشي ديالي كامل في البلاكار. مهم هادو الحضريه كنعملهم انا في المجار. هادشي هذا كامل كنهبطو البلاكار لتحت، وملي كنبغي شي حاجه كنجبدها وعاوتاني كنرد البواطه بلاصتها وصافي. وطبعا كل شهر ملي كنبغي نمشي نجيب السلعه كنغسل هاد البواطات ديالي وكنخليهم كيستقطر، وراكم عارفين الروتين. وعاوتاني كنجيب السلعه وكنعملها فيهم وصافي. البنات كنقول لكم هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. كنتمنى انه ينال اعجابكم. ما تنسونيش باللايك ديالكم بالتعاليق ديالكم، وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله.